لو انت تحت سن ال30 سنة فدي اهم الحاجات اللي انت لازم تعملها. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير. معاكم علاء صانع محتوى يؤسس شركة تاجر للمونتاج والاستثمار ويكتب كتاب خاص بيه والطالب شهادة اعدادية. ويلا بينا نخش في الموضوع. اول حاجة من الحاجات اللي انت لازم تعملها وهي لازم تتعلم مهارة تجيب لك فلوس. يعني انا كعلاء على القناه دي اصلا وظيفتي اعلمك تدخل العمل الحر وازاي تجيب فلوس من الانترنت ومن على مواقع العمل الحر. فمن اهم الحاجات اللي انت لازم تعملها تتعلم مهاره تجيب لك فلوس. المهارات كتير مش عايز اكررها تاني، فادخل اتفرج على الفيديوهات وانت هتعرف ايه هي. تاني حاجه وهي خد بالك هي هتحس انها تقليديه شويه او محدش بيقولها، وهي اهتم بصحتك. ايوه اهتم بصحتك. بص يا صاحبي، انت لما تقع محدش هيشيلك. يعني انت لما تقع كده وخلاص انا نفسيتي وحشه، فلوسي قلت، صحتي قلت، جالي مثلا برد، جالي مرض خبيث بعيد عنكم عن السامعين، يعني المهم الحاجات دي بتضرك ومحدش هيجي يقولك والنبي يا صاحبي قوم وكمل. دي صحه، فالصحه محدش هيقولك اعمل كذا او يا صاحبي يلا قوم عشان نكمل. دي اسمها اهتم بصحتك. صحتك اساس. على ثالث حاجه وهي استثمر فلوسك. انت خلاص اهتميت بصحتك وتعلمت مهاره تجيب لك فلوس، يعني انت خلاص قدامك ايه؟ بقى معاك فلوس، يبقى قدامك ايه؟ تستثمر عشان تكبر فلوسك. فالاستثمار مهم جدا جدا. بقى على رابع حاجه وهي سافر. بص يا صاحبي، انا مش بقول لك تسافر بره مصر لاني ما سافرتش بره مصر، انا بقول لك سافر جوه مصر. يعني القاهره رحتها، اسكندريه رحتها، سوهاج واسيوط رحتهم. بس انا مش بقول لك سوهاج واسيوط والقاهره واسكندريه، لا انا بقول لك روح وسافر. لان السفر وسافر لوحدك، ما تسافرش ومعاك حد، سافر لوحدك. ليه بقى؟ لانك لما تسافر لوحدك بتحس فعلا او بتطلع افكار ملهاش حل. انا كنت مسافر في يوم لوحدي، المهم كنت قاعد مع نفسي كده، قاعد ماسك ورقه وقلم بكتب سكريبت. المهم قاعد فجات لي فكره الفيديو ده. طب ايه يعني ده فيديو طبيعي وكتير من الناس قالوه؟ لا انا غير. بص يا صاحبي، كتير من الناس قالوه ما بتلاقيش حد في السن بتاعي ده طالع يقدم محتوى. يعني يقول يا عم انا صغير مش هتشهر. لا، صغير هتتشهر. فاحنا قلنا رابع حاجه وهي السن. نيجي بقى على خامس حاجه وهي طور نفسك كل يوم. المفروض حته تطور نفسك كل يوم دي كنت قلتها اول واحده او تاني واحده، لكن اتاخرت فيها، بس معلش السكريبت مكتوب كده. المهم طور نفسك كل يوم. تطور نفسك ازاي؟ تطور نفسك 1%. مش هقول لك 1% لان كل الناس بيقولوا 1%. انا احب اكون مختلف عن كل الناس. انا بقول لك طور نفسك نص في المية، ربع في المية، 1/10%. المهم تطور نفسك، المهم تكتسب مهارات جديده. انا في الانجليزي ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي كويس، ولحد دلوقتي مش قوي بس بعرف اتكلم. فعملت ايه؟ دخلت على اليوتيوب، بحثت عن قناه استاذ ابراهيم عادل، سمحت له الفيديوهات بتاعته، لقيته بينزل فيديوهات على ذا امريكان انجلش. المهم سمحت الفيديوهات بتاعته، فيوم عن يوم بقيت بتطور في الانجليزي، يوم عن يوم بحفظ كلمات اكتر، يوم عن يوم الليسننج بتاعي بيتحسن. فايه؟ طالما انا في تطور خلاص يبقى انت طور نفسك. بقى على اخر حاجه وهي افشل تتعلم. مش فاهم افشل تتعلم ازاي؟ انا كعلاء فتحت قناه مثلا عن الجيمنج، نزلت فيديوهات عن الجيمنج فما نجحتش، بس انا استمريت ولا لا؟ لا استمريت. يبقى انا غبت مثلا 3 سنين بنزل جيمنج وما جاليش مشتركين كتير، خلاص اسيبه واروح على ايه؟ افتح قناه تانية مثلا قناه علميه او دين او بعلم مهاره. يعني متوقفش على حاجه. افشل تتعلم دي معناها انك تستمر. انا فشلت في حاجه اقول خلاص بابي هو السبب، مامي هو السبب، صحابي هم السبب. لا، فشلت اكمل لحد ما اوصل لهدفي. وحط هدفك قبل كل حاجه. واستنى بس هقول لك حاجه، وما تنساش تحجز معايا في المتابعه اونلاين. هتكون على الرقم اللي اللي قدامكم على الشاشه، وهتكون مش مجاني بقى، بسعر رمزي جدا جدا جدا. وما تنساش تطور من نفسك، يعني تطور من ذاتك وتستكشفها. سلام يا أسد.